ما يتعلق بالسؤال الأول بشكل واضح وصريح، حاول البعض أن يطعن في الحاكم النيسابوري بأنه شيعي، بتعبيرهم شيعي خبيث. هذه ملازمة إلها، إذا صار شيعي فبالضرورة لابد أن يكون ماذا؟ يعني مو أنه الشيعي ينقسم إلى خبيث وغير خبيث، لا، هذا قيد توضيحي مو قيد احترازي كما يقولون. جيد. يقول في الحاكم النيسابوري، التفتوا لي، في كتاب أعزائي ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي الحافظ الذهبي المتوفى 748، حقق هذا الجزء محمد بركات عمار رحاوي، الجزء الرابع الرسالة العالمية، رقم الترجمة 7360. قال محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف، التفتوا إلى العبارة، إمام صدوق. أولا صدوق، إمام وثانيا ماذا؟ صدوق. لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك، يعني يكثر من تصحيح الأحاديث الساقطة. فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك. لا يمكن أن يقول لا يعلم، وإن علم فهذه خيانة عظيمة. إذن بشكل غير مباشر يتهمه ماذا؟ بالخيانة. لماذا؟ يقول أحسنتم، يقول بأنه إما جاهل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هو يقول هنا لا يمكن أن نقبل أنه جاهل لا يعلم لأنه إمام، ثم هو شيعي مشهور بذلك. من يقول؟ الذهبي. إلى أن يقول وقد قال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم فقال إمام في الحديث رافضي خبيث. إمام ولكن رافضي خبيث. التعبير الأول كان شيعي، هسه ما الفرق بينهما سأشير. قلت الإمام الذهبي قلت الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط، لا، اتهامه بالرفض مو صحيح، لابد أن نقول ماذا؟ شيعي. فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن يعني بالحديث فأمر مجمع عليه، يعني رجل علامة إمام المحدثين في هذا المجال، ماكو مجال في أن يناقش أحد في علم الرجل. هذا التعريف منه، مو إنسان عادي، وإنما الحافظ الذهبي. جيد جدا. سؤال، لماذا اتهم الحاكم النيسابوري بالتشيع؟ منشأه ما هو؟ أعزائي، منشأه أحد أمور ثلاثة، التفتوا لي جيدا، وهذه قاعدة عامة استعملوه أنتم اللي تراجعون أعزائي الكتب، هذه قواعد أشير إليها. أولا كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وإن كان يرى أن الخلافة شرعية لأبي بكر وعمر، ولكن كان يقول أن علي أفضل منهم، فضائله أكثر من أبي بكر وعمر. هذا التفضيل صار منشأ لاتهامه ماذا؟ بالتشيع. ولذا تجدون أنه أساسا الذهبي يقول لا نقبل أنه رافضي ولكنه ماذا؟ شيعي. أين ذكر هذا المعنى أعزائي؟ ابن حجر العسقلاني في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري في المتوفى 852، وعلق عليه عبد الرحمن بن ناصر البراك، حققه أبو قتيبة، المجلد الثاني دار طيبة، المجلد الثاني صفحة 1238. التفتوا جيدا، يعرف التشيع، يقول والتشيع، التفت، محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. إذن التفت جيدا، إذا أحببت عليا فأنت ماذا؟ مغالي. لا، شيعي. لا، وإذا قدمته فأنت مغالي. أحسنت. يعني هؤلاء السنة كلهم الخط الأموي يحبون عليا أو لا يحبون عليا؟
يعني هو يقول إذا أحببت عليا شو تصير؟ شيعي. إذن هو لابد لا يحب عليا حتى يبقى ماذا؟ من أهل السنة. وهذا هو الاتجاه الأموي. الاتجاه الأموي إجا فسر التشيع، أصلا محبة علي هي معناها التشيع. فإذا قدمه على الصحابة فهو ماذا؟ مغالي. فهو غال في الشيعة ويطلق عليه رافضي. أما إذا لم يقدمه على الصحابة فهو شيعي. ومن هنا يقول عنه أنه رافضي خبيث أو شيعي. إذن اتضح لنا، خلوا ذهنكم أعزائي يمي أيها المشاهد العزيز اللي أهل المطالعة، التشيع له اصطلاحان في كتب علماء المسلمين. الاصطلاح الأول للتشيع في كتب النهج الأموي: كل من أحب عليا وقدمه على الصحابة الآخرين فهو شيعي خبيث عنده. وهذا بخلاف التشيع عند علماء أهل السنة. أهل السنة يقولون لا، الشيعي هو من آمن بأن الحق في الخلافة لعلي وأنه معصوم وأنه نص عليه. إذن هذا لفظ التشيع احفظوه أعزائي، وهو أن التشيع إذا وجدت في كتاب أموي أو على نهج الخط الأموي، يعني أتباع ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، ضابطة لمعرفة عندما يقول شيعي، يعني عندما قال شيعي مقصود ماذا؟ مقصود أنه يحب عليا أو يقدمه على الصحابة أو يقدمه إلى آخره. أما علماء السنة الآخرين أهل الأشاعرة عندما يقولون شيعي مو مرادهم يعني يحب عليا ويقدمه على باقي الصحابة، وإنما مراده من شيعي يعني من اعتقد بعصمة علي، من اعتقد بنظرية النص ونحو ذلك. إذن أعزائي، الحاكم النيسابوري مسكين صار شيعي لأنه ماذا؟ أحب عليا وقدمه على الصحابة. هذا أول. الأمر الثاني، وهذا من أخطر الأمور، أنه كان منحرفا عن معاوية. وهذا هو الضابط. لا وهذا هو الضابط عند الخط الأموي، هذا مو الضابط عند ماذا؟ خط أهل السنة. لأن البعض يسألني سيدنا هذا التمييز بين اتجاه أموي واتجاه إسلامي عام هذا من أين جئت به؟ هسه الآن أشير إليه. أعزائي، الخط الأموي يعتقد من انحرف عن معاوية ولم يترضى على هذا الإنسان الذي قال عنه النبي أنه فئة باغية وأنه راية يدعو إلى النار، من لم يترضى عليه يعتبرونه شيعيا. فلكي تكون من أهل السنة عند الأموي وعند ابن تيمية وعند الوهابية لابد أن تترضى على ماذا؟ على معاوية. ولذا وجدتم الآن بعض المعاصرين وبعض الشخصيات المعروفة عندما لم يترضى على معاوية ماذا فعلوا فيه بالآونة الأخيرة؟ ضال مضل زنديق. بلي يتهم بألف اتهام. وهذا مو هذا الإنسان يتهم. أضرب لكم مثالا أعزائي، الأعزة يعلمون مقام الإمام النسائي، لا إشكال، سنن النسائي بعد من أهم السنن ومقامه عظيم. أنا أقرأ من هو النسائي: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، مؤسسة الرسالة، المجلد 14 صفحة 133. قال: فإنه، التفت، لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي. من يقول؟ الإمام الذهبي يقول على رأس 100 الثالثة من الهجرة لم يكن هناك من هو أحفظ من الإمام النسائي. هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، اللي صار كتابه ماذا؟ صحيح مسلم. ولكنه كتاب النسائي صار سنن ورجع مرتبة ثانية وثالثة. ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري، هو في سطح ماذا؟ في مستوى البخاري. وأبي زرعة. لعد شنو مشكلته اللي ما اعتنيتوا به وفعلتم به ما فعلتم حتى قلتل، إلا أن فيه قليل تشيع. مولانا أحد كبار علماء أهل السنة هذا شنو قليل تشيع؟ شنو ما هي؟ قال: وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر. إذن الضابطة
مو أنه مو الإسلام، مو القرآن، مو النبي، مو ما جعله النبي ضابط، وهو أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الضابط ما هو؟ معاوية بني أمية أعزائي. ولذا عند النهج الأموي، احفظوا هذا الأصل، عند النهج الأموي ما لا يحب معاوية إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. زنديق ضال مضل حسب ما استفتي مفتي المملكة مؤخرا. التفتوا لي أعزائي التفتوا لي، واقعا لا يستحقون أن يذكروا، ولكنه من باب إشارة إلى الحقائق. أنا دا أتكلم عن الإمام النسائي، يقول هذا الرجل بيني وبين الله، يعني الإنسان عندما يطالع يقول قال الحافظ فلان، قال أبو الدارقطني أبو عبد الله مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، قال فلان العبارات في هذا الرجل فوق حد الإحصاء. ولكنه النسائي الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث إلى، ولكن كل هذا نفعه شفع له أو لم يشفع؟ لأنه لم يكتب في معاوية، لم يكتب في فضائل ماذا؟ في فضائل معاوية. جيد جدا، التفتوا لي جيدا أعزائي. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث أن الحاكم النيسابوري ينقل عن الشيعة. عجيب. وهل توجد جريمة أعظم من هاي الجريمة؟ عن الخبثاء. مو يا ريت خبثاء. هذا المحقق الذي هو علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا، انظروا ماذا يقول أعزائي في صفحة 9 من المقدمة. أنا بودي أن الأعزاء يعرفون، حتى يعرفوا أن هذا البرنامج خطابه موجه إلى أي طبقة. يقول: ولا أزال أتعجب، صفحة 9 أعزائي التفتوا لي، صفحة 9، ولا أزال أتعجب من إخراج الحاكم لأحد كبار الرافضة الأخباث الأنجاس. هذا المنطق العلمي اللي عبرتوا عنه شنو هو أستاذ؟ هو مدرس في وزارة المعارف. جيد جدا. هذا مستوى المدرسين في وزارة المعارف عند الاتجاه الوهابي. عندما يتكلم عن الآخر ما يكتفي بعد رافضي خبيث، لا، رافضي خبيث نجس. فهذه هي المشكلة الأصلية في الحاكم النيسابوري. هذا حكم بالكفر. المهم والله أعلم، فقط أريد أبين منطق النهج الأموي، منطق ابن تيمية، منطق الوهابي. التفتوا لي جيدا. ولذا تجدون أن هؤلاء أصحاب النهج الأموي، أن هؤلاء عندما يأتون إلى النقل عن الشيعة يقولون بمجرد أن يثبت أنه شيعي يسقط عن الاعتبار. التفتوا لي، يعني بمجرد أن يثبت أنه محب لعلي إذن سقط ماذا؟ سقط عن الاعتبار والوثاقة، لا يعتمد عليه. سؤال: إذا ثبت أنه يطعن في علي، يبغض عليا، يعادي عليا، يسب عليا، قال لا، هذا مو فقط لا يطعن فيه، هذا أساسا يوثقه. وقعا كذلك. صرحوا به، صرحوا. كل سيدنا يعني لأنه إذا كان المعيار هو من قاتل علي وسب علي. جيد أعزائي، هذا كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، المجلد الثالث، صفحة 480. يقول سابقا، هو يقول وقد كنت أستشكل، من يقول؟ ابن حجر، الإمام ابن حجر، وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا. كنت أقول آخر من يبغض عليا يكون منافقا، والمنافق كيف يمكن الاعتماد عليه؟ ولذا كنت أستشكل التوثيق للناصبين وتوهينهم الشيعة مطلقا، وفي المقابل كانوا يوهنون الشيعة. كنت أستشكل أنه لماذا نوهن ونضعف كونه شيعيا.
ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا سابقا. الآن ماذا تبدل رأيكم مولانا إمام ابن حجر؟ يقول ولكن ثم ظهر لي خلاف ذلك. ما هو الذي ظهر لك يا ابن حجر؟ قال فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. إذن كلما ابتعد عن علي وأبغض عليا ازداد إيمانا، أكثر صدقا وأكثر إيمانا. كلما اقترب من علي وحب علي زاد ماذا؟ التفت. بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار. إذن ضابطة. يعني بعبارة أخرى ابن حجر، بعبارة أخرى ابن تيمية، بعبارة أخرى الخط الأموي، بعبارة أخرى الخط الوهابي، ماذا يقول؟ يقول إذا أردتم أن تعرفوا صدق الرجل، دين الرجل، أمانة الرجل، فاعرفوا أنه يحب عليا أو يبغض عليا. فإن وجدتموه يحب عليا فاعلموا أنه كذاب خبيث نجس رجس إلى ما شاء الله. كل ما تستطيع قولوا. لا 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 مشاحة في الاصطلاح وفي الألفاظ. أما إذا عرفتم أنه يبغض عليا ويسب عليا ويشتم عليا ويتقرب إلى الله بلعن علي فهذا يدل على ديانته وعلى صدقه وعلى أمانته. إلى أن يقول الإمام ابن حجر العسقلاني يقول والأصل فيه أن الناصب إلى آخره، ثم يبدأ للتوجيه لهم. ولذا تجدون هذا المنهج كاملا اعتمده، التفتوا لي، اعتمده إمام أئمة الحديث عند أهل السنة وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري اعتمد نفس هذا المنهج، وهو إذا صار شيعيا عند ذلك بعد ماذا؟ لا ينقل عنه إلا نادرا. أما إذا كان ناصبيا فهو ماذا؟ فهو مورد الثقة ومورد القبول والصدوق والديانة. مورد واحد أعزائي حتى لا أطيل على الأعزاء. سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الألباني، المجلد السابع، القسم الثاني، القسم الثاني من المجلد السابع، صفحة 693، يقول وحريز بن عثمان، التفتوا، وحريز بن عثمان وهو الرحبي الحمصي، تبين لهم تاريخ هذولا، الحمصي، وهو ثقة من رجال البخاري ولكنه كان يبغض عليا. شوفوا التلازم. فإذا صار يبغض عليا فهو ماذا؟ فيكون ماذا؟ ثقة ويعتمد عليه ماذا؟ واللطيف أن العلامة الألباني ماذا يقول عنه؟ يقول أبغضه الله. عجيب، إذا كان أبغضه الله لعد كيف يكون ثقة؟ والله لا أعلم. إذا كان هذا مبغوض هذا منافق، لأنه لا إلا أنكم تخرجون عن ملة الإسلام أعزائي. واقعا من قبل ملة الإسلام وقبل أن رسول الله يقول لا يحبك إلا مؤمن، أو عهد إلي أو عهد إلي من الصادق الأمين أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، يعني إلا أن تكذبوا رسول الله، إلا أن تخرجوا ولا تقبلوا الإسلام. ولا كيف يمكن أن يكون ثقة ولكنه ناصبي يبغض منافق؟ وهل توجد هناك كلمة يعني أكبر من هذا؟ يعني الصدوق والثقة مع المنافق مع شيء آخر لربما يمكن والله ما أعلم. إذن أعزائي، إذن اتضح الآن، أعيد،
إذا السؤال الأول، احنا كنا في السؤال الأول وهو أنه أساسا من هو الحاكم النيسابوري؟ تبين أن الحاكم النيسابوري الرجل من كبار علماء السنة ومن كبار علماء الأشاعرة وممن يقولون أن الشيعة فيهم بدعة، ولكنه كل تهمته كل مصيبته هو أنه كان يحب عليا ويقدمه على الصحابة، وكان منحرفا عن معاوية، يعني لا يترضى عليه، وكان ينقل عن ماذا؟ عن الشيعة. هذه كانت مشكلته. وأما السؤال الثاني